رجل يمني يصنع مصعدا لوالده ليذهب للمسجد لأنه يعاني من ألم بركبته. فيديو أكثر من رائع يبين بر الولد ومحافظة الوالد على صلاته. ما أجمل المسلمين. فلنشاهد هذا الفيديو. بيطلع في بسم الله ما شاء الله. شوف لفت منزلي ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف يوصلوا إلى أعلى الدار أو أعلى البيت، من المسجد إلى البيت، لأنه ما يقدر يمشي زين كبر السن، فخلاه على شكل لفت. ما شاء الله شوف هناك قاعد راح خلاص بينزل الآن يروح على البيت، وعلى طول ينزل هنا في هذا المكان على المسجد على طول. ما شاء الله تبارك الله قريب جدا 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 يا أخي. ده احنا في جبل سلا بمحافظة العارضة. أنت ولد الكبير ما شاء الله صح؟ شفنا عند باب المسجد أنك مسوي مصعد يدوي كذا جميل يوصل من البيت إلى المسجد. إيش فكرته هذا؟ والله الفكرة الوالد مسوي عملية مفصل ويتعب أثناء النزول والطلوع إلى المسجد، فالفكرة استوحيتها من الونش حق المواد البناء. نعم.